السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. في البدء أتقدم بأحر التهاني وبهذه المناسبة العظيمة اللي هو قدوم شهر رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر المبارك. وهذه أول حلقة في رمضان، وإن شاء الله يعني تكون حلقتنا أهمية هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيلة من الناحية التربوية والنفسية. كعادة برنامجنا برنامج تربوي أسري إرشادي، دائما نتناول فيه مواضيع تتعلق بهذا المجال. أكيد يعني الكل يعني يكون يعني حضر كثير من الدورات من المحاضرات وكثير من التذكير اللي يأتينا عبر الوسائل، وتناول رمضان وأهمية هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك من نواحي كثيرة جدا. لكن موضوعنا ما يتعلق ما سوف نتطرق إليه اليوم هو موضوعنا من ناحية التربوية والنفسية. طيب نأتي أولا، سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى جعل الأفضلية في كل شيء. كرم سبحان الله ابتداء تكريم ابن آدم عن سائر المخلوقات، ثم يعني فضل الرسل بعد الرسل على يعني وفضل يعني كثير من الرسل يكون في أفضلية لبعد الرسل يعني، ومنه أولو العزم من الرسل. وكذلك تأتي الأفضلية في الزمان والمكان، والأفضلية حتى في الأشهر. فنجد أنه رب سبحانه وتعالى أهمية شهر رمضان أنه يعتبر هذا الشهر شهر الفضيلة، شهر فيه سبحانه تجتمع فيه جميع العبادات. أهمية هذا الشهر من ناحية أهمية الزمن نفسه، يعني لو نحن تمعنا هذا الشهر يعتبر تقريبا دورة تدريبية تربوية نفسية. في هذا الشهر يعني نجد أنه الكل يهتم ويكون الكل حريص جدا أنه يغتنم أكبر قدر من العمل الصالح، وتكون فيه جانب روحاني مميز عن بقية الشهور وبقية الأوقات. وفي هذا الشهر كذلك ليلة القدر، والتي الله سبحانه وتعالى خير من 1000 شهر. فتميز هذا الشهر بتميز ليلة القدر، وبتميز أوقات تستجاب في الدعوات، وقت يعني تستجاب في الصائم دعوته قبل الإفطار، وهكذا. نأتي أهمية الزمن من ناحية التربوية، نجد أنه سبحان الله يعني الاهتمام بالوقت والاهتمام بالزمن نجده في كثير من الآيات. يعني نجده في الله أقسم بالوقت وبالزمن في سورة العصر، وأقسم بالليل والنهار وبالشمس، والكثير من الآيات في هذا المجال. ما يهمنا في الأمر ما أهمية الوقت، ما أهمية الأفضلية في هذا الشهر المبارك. نجد أنه واحدة من أهم التحديات اللي تواجهنا في عصرنا هذا اللي هي التفنن في هو قتل الوقت. يعني نتفنن في قتل الوقت، وأصبح التحدي يمكن يشمل الجميع من نواحي كثيرة جدا. تجد الكل مننا مشغول يعني مضيعة الوقت في متابعة الوسائل. تجد أن الواحد مننا يجلس بالساعات، وسبحان الله من تطبيق لتطبيق ومن موقع لموقع. فهذه تعتبر واحدة من التحديات الكبيرة ومن المعضلات ومن الآفات الكبيرة جدا اللي يعاني منها الجميع. لكن جاء هذا الشهر حتى ينظم لنا وقتنا ويجعلنا نحن أكثر انضباطا في هذا الشهر. فإذا كنت أنا مثلا كأم وكمربي أجد أنه يعني بشكل تلقائي وقت منظم من الفجر ووقت بعد السحور وإلى وقت النهار، والمواظبة على الصلوات،
كل هذه تعتبر هي منظومة متكاملة في الانضباط، منظومة متكاملة في المحافظة على الوقت واستغلال الوقت. وتجد إنه سبحان الله كثير من يعني الأسر، كثير من أولياء الأمور، وحتى على مستوى العوائل يتسابقون في من اللي يختم أول. بمعنى إنه نحن استفدنا من هذا الشهر إنه أنا أغتنم أكبر قدر ممكن، يعني استفيد منه بأقصى ما أملك من الإمكانيات، إنه يكون هذا الشهر بالنسبة لي أنا استثمار، ويكون بالنسبة لي أنا يعني شهر أنا أستقل فيه إمكانيات. نقطة أخرى اللي تتعلق من جوانب تربوية، إنه نحن كيف نربي أبنائنا في هذا الشهر، إنه نربيهم على الابن كيف يكون هو منضبط في سلوكه، منضبط في دراسته، منضبط في أشياء كثيرة جدا. ربما قبل رمضان يعني يمكن نحن نعاني كثير جدا، نتعب مع أبنائنا إنه نتابعهم في عمل الواجبات، نتابعهم في القيام بمسؤولياتهم بشكل كامل، ولأنه هي كذلك يعني يمكن كثير من الاستشارات وكثير من يعني الأخوة والأخوات يعني بيكون على التواصل، يعني في موضوع إنه كيف أجعل ابني يكون حريص إنه ما يضيع وقته. فبالتالي إن تكون بالنسبة لنا هذا الشهر تدريب عملي لأبنائنا، تدريب عملي من نواحي كثيرة جدا، ندربهم على الهمة، ندربهم على المحافظة على الوقت، ندربهم على الإعداد الجيد من ناحية نفسية، كيف ابني يكون هو بما أنه هو صائم يتحمل مشقة الصيام والتعب. فبالتالي تدرب هذا الابن من ناحية يعني تدرب من ناحية نفسية، من ناحية روحية، أنه يستطيع أن تكون عنده عظيمة، يستطيع أن تكون له القوة الروحية والقوة النفسية يواجه مصاعب الحياة. فبالتالي تكون بالنسبة لنا نحن هذا الشهر يعني استطعنا أنه لو وظفناه بطريقة صحيحة حقيقة، ونحن في هذه العشرة الأوائل من هذا الشهر المبارك نستطيع أن نخرج بثمار كثيرة جدا. فبالتالي بالنسبة لنا يكون هذا الشهر وقت للاستثمار، وقت لتوظيف كل إمكانيات أبنائنا بالشكل الصحيح. ويمكن تستحضرني قصة إحدى الأخوات، قصة واقعية، إنه كيف رمضان يغير يعني سبحان الله واقع حياتهم بشكل مختلف. إنه هذه الأخت عندها مهارة الطهي، وهي مبدعة في الطبخ، وتصنع ما شاء الله يعني وجبات يعني تبيع الأكل للجيران ولبعض المعارف. في موسم رمضان بالنسبة لهم يعتبر موسم الاستثمار، فيعني يأتي إليها طلب من مؤسسات إذا كان على مستوى يعني سفارات وقنصليات، يعني فتكون بالنسبة لها مشروع اقتصادي مادي. وسبحان الله هذه الأخت من خلال في هذه الفترة هي منظمة وقتها ما شاء الله، يمكن تختم أكثر من مرتين في الشهر، في نفس الوقت مواظبة على القيام وعلى الصلاة التهجد، وبالإضافة لأن هي تعتبر هي داعمة لأسرتها، داعمة لأسرتها. يعني سبحان الله تكون في هذا الشهر الأسرة وضعها المادي أفضل ما يكون في الشهور الغير رمضان. هذا دليل على ماذا؟ نحن نستطيع أن كل الأزمنة أن نوظفها بشكل صحيح، وهذه فرصتنا. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الشهر المبارك لنجدد فيه كثير من الأشياء اللي نحن نسير فيها بطريقة خاطئة. يعني يمكن يمر علينا 11 شهر ونحن تكون أوقاتنا تضيع في ما لا ينفع ولا يفيد بشيء. فبالتالي يكون نحن في هذا الشهر يكون إعداد جيد، تصحيح المسار، تكون بالنسبة لنا مراجعات تربوية ونفسية، وتكون يعني سبحان الله الكل يمكن يعني معظم الأخوة والأخوات اللي يمكن الواحد تواصل معهم تجد شعور يعني شعور يعني مختلف تماما في رمضان، تجد السكينة والهدوء وراحة البال والطمأنينة، وتجد الكل يتسابق في الخير.
الكل يتسابق في الخير، فلذلك إنه أهمية هذا الشهر من جميع الجوانب التي ذكرتها، ويعني كيف نستفيد من هذا الشهر وكيف نستثمره بالشكل الصحيح، هذا ما سوف نشرحه إن شاء الله ونتطرق إليه في الحلقة القادمة في خلال هذا الشهر المبارك، إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.